السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير وسعادة يا رب. هنعمل هوت شوكولات الكريمي اللي الاولاد بيتجننوا عليه في الكافيهات وغالي جدا. معايا 3 مجات من الحليب. حطيت ربع معلقة من الملح ده فايدته بيعزز النكهات، بيخلي الريحة تطلع احلى والطعم احلى. معايا معلقتين 2 نشا لل3 مجات. هنقلبهم كويس. لو حابة تعملي مج واحد ما تمليش المعلقة عشان مش يبقى تقيل قوي وتلاقيه عامل زي المهلبية، يعني تخلي مثلا المعلقة صغيرة مش ما تمليهاش قوي لو هتعملي مج واحد. 3 4 طبعا حاولي يعني النشا ما يزيدش. ومعايا 3 معالق من الكاكاو الخام الأسباني، طعمه وريحته جميلة جدا. هننخلهم كده كويس على المصفى دوت عشان مش يبقى فيهم اي كتل خالص، لان الكاكاو بيركن شوية في البيت بيعمل كتل. وهنقلب كويس قوي لحد ما يدوب. اللبن دوت بارد، لازم يكون بارد يعني مش بارد متلج، ما يكونش سخن. وحط معلقة ونص نشا بتاع دوت سكر طبعا احنا بنحب الحاجة خفيفة سكر. عايزة تزودي السكر دوت بتاعك انتي وبراحتك خالص، مفيش اي مشكلة خالص، اعملي السكر اللي تحبيه. رحنا على النار وقلبنا كويس قوي. اول ما يبدأ في الغليان ياخد غلوة واحدة بس، ندفع عنه وهنصبه في الكاسات. هو كده خلاص كويس، يعني ما باخدش غليان يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير وسعادة يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بخير. وبشكر كل مشترك جديد في قناتي، وربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب. ويا رب اللي يشوف الفيديو يعجبه يشترك، وفي حاجات كتير جميلة على القناة تعجبكم. صبوا كده بالطريقة ديت. كنت مجهزة 3 معالق كده من الكريمة، كريمة سوبر جميلة اللي بيفضل منها ما بيسحش على فكرة. اللي فضل في مكان ما كنت ضربها بعدها بساعة بساعتين في البولة اللي كنت ضربها فيها، لقيتها زي ما هي، ولا ساحت ولا أي حاجة، زي ما هي جميلة ماسكة نفسها وزي الفل. وبره التلاجة النوع الكويس ما بيسحش، عشان في ناس بتقول ان الكريمة بتمسكش معايا، بتعملوها ازاي؟ ما بتسحش بصراحة، يعني جميلة. النوع الكويس حلو. بقى رشينا رشة كاكاو كده خفيفة على كوبايتين، والكوباية التانية بشرت عليها بشرة شوكولاتة خفيفة، لأن بنتي بقى من عشاق الشوكولاتة فحبيت أبشر لها، مع إنها مش هتظهر أوي يعني، بس هي يعني عندها مزاج عالي شوية. ربنا يحفظ بناتكم وبناتنا يا رب. لا إله إلا الله. نتقابل في فيديو تاني إن شاء الله قريب، يكون جميل ولذيذ.